مرحبا كيفكن؟ اليوم حابة أعمل معكم طبخة المندي بالبيت وبطريقة كتير سهلة وبسيطة ولكن بطعم المطاعم وأكيد إن شاء الله رح تعجبكن. خلونا نبدأ ونحكي بسم الله. بداية عندي الدجاج حطيته على الطنجرة وبعدين حطيت فوقه المي وشغلت عليه النار، بعدين بس طلعت الزفرة قشيتها وبلشت أنزل بالمطيبات، بصلة، ورق غار، زنجبيل، قرفة، قرنفل، والهيل. الهيل أنا بحب إني أنا دقه كم دقة قبل ما أضيفه على الدجاج أو أي طبخة تانية تطلع زكاوته أكتر، وبعدين هي الحبيبات السوداء أنا بحبها يعني طبعا خطوة اختيارية هي ولكن بتفرق بالطعم. بنترك الدجاج ينسلق وببلش بنصبة الرز. عندي زيت حطيت فوقه باقي الهيل يلي أنا دقيته، بعدين حطيت فلفل أسود، قرفة، وقرنفل، وتركتهم لحتى يتحمصوا كتير منيح بس طلعت ريحتهم وعبت البيت كله، يعني صاروا جاهزين. بنزل فوقهم بمرقة الدجاج وبتركهم لحتى يغلوا ويتعقدوا منيح مع البهارات. بينما يغلوا رح نبلش نحط الدجاج اللي استوى على صينية الفرن وبلش بعدين بدهنه بالخليط اللي رح حضره معكم هلأ. عندي ملعقة من العصفر وملعقة من مرقة الدجاج وملعقتين من الزيت، وإذا حسيتوا اللون فاتح شوي بتقدروا تضيفوا ملعقة من ملون الطعام وبدهن والدجاج فيه. بعد ما أدهن الدجاج بحطه بالفرن على الشواية، خليه يتشوى كتير منيح لحتى تصير القشرة اللي من فوق أو جلدة الدجاج رقيقة أو مقرمشة أو متأمرة كتير منيح، بيكون صار جاهز عندي. بعد ما غلوا البهارات عندي وأخدوا نكهات بعضهم كتير منيح، ببلش بضيف ملعقة من الملح وملعقة من معزز الطعام وبنزل بالرز. عندي كيلو من الرز المغسول والمنقوع لمدة نصف ساعة حطيته على المي. من بعد ما نشفت مية الرز بتركه هيك لحتى يصير بهذا القوام، يعني نشفت ميته تماما. بعطيه تقليبة خفيفة وببلش بقى بحضر الملونات اللي انتو بتحبوها. أنا حطيت لون برتقالي ولون أصفر، وحطيت بعدين التفحيمة كلهم سوا، والرز لسه بده 10 دقايق، خليكم منتبهين يعني. هلأ بدخنهم وبتركهم مع الملونات مثل ما هن، بغطي الطنجرة، بترك الرز لحتى يتهدى ويكمل استواءه وهو وقاعد عم يتدخن، وبعدين بعد ما طفي النار كمان بتركه 10 دقايق تانيات، يعني بده تلت ساعة إن شاء الله بعد ما نهديه. وهون ما شاء الله استوت عندي الطبخة. هلأ ببلش بقلب الرز من شان تتجانس الألوان مع بعضها، وهيك طبختنا صارت جاهزة. هلأ بسكبهم وبعدين ببلش بحط فوقهم الدجاج والمكسرات حسب الرغبة. جربوها أكيد رح تعجبكم، ولا أسهل ولا أطيب من هيك، وخبروني رأيكم بالتعليقات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولا تنسوا تكتبوا تعليق حلو تاخدوا أجر عليه لو حدا غيركم قرأه. وسلام.